كان فراس ولدا مشاكسا كثير الكلام قليل العمل، وقد اعتاد على اللعب طويلا دون أن يكترث بواجباته الدراسية. ذات يوم كلفته معلمته بإعداد بحث علمي عن الأرنب، وأخبرته أنه سيقدمه أمام زملائه ويجيب عن أسئلتهم، فشعر فراس بالتردد لأنه لم يعتد على مثل هذه المهام. فارس، سوف تقوم بعمل بحث عن الأرنب، لا تتكاسل، فهذا مثل الاختبار وعليه درجة كبيرة. لأنه لم يعتد على مثل هذه المهام، وحاول أن يطلب المساعدة، لكن المعلمة طلبت منه أن يعتمد على نفسه. عاد فراس إلى منزله وبدأ يبحث في الكتب وعلى الإنترنت، فوجد معلومات كثيرة جدا، فشعر بالحيرة والقلق وخاف من الفشل، فخرج إلى حديقة الحيوانات ليستريح ويفكر. وهناك رأى أرنبا أبيض، فاقترب منه ومازحه وكأنه يحاوره، فتفاجأ بأن الأرنب يجيبه ويحدثه عن نفسه ويقول إنه حيوان أليف له أذنان طويلتان وذيل قصير. فرح فراس وبدأ يسأل الأرنب عن طريقة حركته وغذائه وتركيب جسمه، فأخبره أنه يتنقل بالقفز ويأكل النباتات والخضروات، وأنه ينتمي إلى فصيلة القوارض، وأسنانه تساعده على قرض الطعام وهضمه. فجمع فراس معلومات كثيرة وعاد إلى منزله ونظم أفكاره وكتب بحثه بعناية. في اليوم التالي استيقظ فراس مبكرا وذهب إلى المدرسة، ووقف أمام زملائه، وكان يشعر ببعض الخوف في البداية، ثم تشجع وقدم بحثه بطريقة جميلة وممتعة، فنال إعجاب الجميع وصفقوا له طويلا. شكرته معلمته وقالت له إن من يثق بنفسه ينجح ويحقق أهدافه، ففرح فراس وأدرك أن طريق النجاح يبدأ بالاجتهاد والثقة بالنفس. جميع بكل سرور. أحسنت يا فراس.